السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين شمس. النهاردة حكايتنا مختلفة، حكاية بتعلمنا ان العلم والشهادة والنجاح ملهمش علاقة بموعد الرحيل. هنتكلم عن شاب ما كانش مجرد شاب عادي، ده كان طبيب وكان صانع محتوى، هدفه ينصح الشباب ويدلهم على الخير. الطبيب الشاب احمد مصطفى اللي قضى وقته بين تقديم النصيحة تنفع الناس في الدنيا والاخرة، فجأة بدون سابق انذار الرحلة بتاعته خلصت. عارفين ايه اللي وجع قلوبنا كلنا؟ اللي وجع قلوبنا مش بس وفاته وهو في مقتبل العمر، لا، ده سؤاله العفوي اللي كتبه لمتابعينه كأنه بيودعهم وهو مش حاسس، لما كتب: هو انا معقول اموت من دور برد؟ النهاردة يا بنات حكايتنا عن الطبيب اللي داوى قلوب الناس بنصايحه، بس المرة دي هو اللي بعت لنا روشتة أخيرة بس من عالم الغيب، روشتة بتقول لنا ان الدنيا دي مش مضمونة، وان اللي باقي هو العمل الصالح وبس. احمد ما كانش مريض بمرض ملوش علاج، ولا كان في حادثة، ده كان دور برد اتقلب معاه بالتهاب رئوي. الكلمة اللي كتبها دي بتعرفنا ان الاجل ملوش سبب طبي وبس، الاجل لما بيجي بينتهي كل شيء. الكلمة دي هي اللي بنسميها هاتف من الغيب، كأن روحه كانت حاسة ان الرحلة بتخلص. لما بنسمع قصة احمد مش الغرض اننا نخاف من البرد او نترعب من الموت، الغرض اننا نعرف ان الدنيا اهون مما نتخيل. احمد كان شاب زيه زي كتير بيخططوا لبكرة، لكن بكرة بتاعه كان في مكان تاني عند رب كريم. موته كانت رسالة لينا وبتقول: ما تستبعدش الموت، وما تأجلش التوبة، وما تخليش حد ينام زعلان منك. احنا محتاجين نتعلم من تغريدة احمد اننا نراقب كلماتنا. خلوا اخر كلامكم دايما ذكر او جبر خاطر او دعاء. احمد ساب وراه كلمة خلت الناس كلها بتدعيله. وانت يا ترى لو رحلتي فجأة، ايه اخر كلمة كتبتيها او قلتيها؟ خلي بكرة دايما يبدأ باستغفر الله وينتهي بسامحني يا رب. حكاية احمد مش مجرد قصة عبرة هنسمعها ونعيط شوية وننسى، ده جرس انذار. اكبر خدعة بيخدعنا بيها الشيطان هي كلمة لسه بدري. لسه بدري على الحجاب، لسه بدري على الصلاة بخشوع، لسه بدري على التوبة، لسه بدري على ما اصالح اللي زعلانين مني. لكن الحقيقة ان احمد وغيره كتير اثبتولنا ان بدري ده ممكن يكون دلوقتي، ممكن يكون الان. النصيحة اللي عايزة اقولها لنفسي قبلكم: لا تؤجلي حبا، ولا تؤجلي صلحا، ولا تؤجلي توبة. خلي موبايلك ده شاهد ليكي مش عليكي، وخلي لسانك ميزان حسناتك. ما تنميش في قلبك ذرة غل لحد، ولا انت تكوني شايلة من حد. سامحي علشان ربنا يسامحك. عيشي يومك وكأنه اخر يوم ليكي في الدنيا، وفي نفس الوقت كأنه اول يوم ليكي في طريق ربنا. الموت مش بيخوف اللي مستعد، الموت هو مجرد جسر بنعدي عليه لرب كريم. بس الشطارة اننا نعدي ومعانا شنطة مليانة خير وجبر خواطر. الرسالة هنا مش علشان تخافوا، الرسالة هنا علشان نعيش بجد. الموت الفجأة ما بيجيش علشان يخطفنا، هو بيجي علشان يفكرنا اننا ضيوف. الطبيب مات وصانع المحتوى رحل ومبقاش غير الأثر. نصيحتي ليكم وليا: قبل ما تنامي بصي في موبايلك، شوف البوست اللي نزلتيه، شوف الكلمة اللي قلتيها في حق جارتك او صاحبتك. هل هي دي الكلمة اللي تحبي تقابلي ربنا بيها؟ دكتور احمد ساب اثر طيب ودعوات بالملايين، فانحتي لنفسك اثر يحميكي تحت التراب. موت الفجأة مش نهاية، هو استدعاء. فخليكي دايما لابسة احسن ما عندك من الاعمال، ومنقية قلبك من اي خصام، علشان لما يجي الموعد ترحلي وانت مطمنة. وفي ختام كلامنا مفيش اجمل من اننا نرفع ايدينا لربنا ونطلب منه السلامة. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت، ارزقنا قبل الموت توبة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا رب. اللهم ارحم الشاب أحمد واغفر له وآنس وحشته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم صب الصبر على قلوب أهله صبا، واجعل مرضه وتوجعه رفعة في درجاته. اللهم لا تفجعنا في أنفسنا ولا في أهلنا ولا في أولادنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك، وخير أعمالنا خواتمها. يا رب لا تخرجنا من الدنيا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، وجبرت كسر قلوبنا، وأصلحت ما بيننا وبينك يا رب. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استنوني يا حبايب قلبي في حكاية جديدة، ولحد ما نتقابل سبتكم في حفظ الله ورعايته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.